كده، بس هتشوفوا الفيديو اللي انا بشرحه على شاشة عملاقة تملأ الشاشة بتاعتك، وهتلاقوا صورتي بتصغر شوية صغيرة كده علشان التركيز كله على الفيديوهات اللي انا بشرحها. الفيديوهات اللي انا هشرحها النهاردة هتتكلم عن رجال، شباب، بنات، سيدات، عن تسدي 6 باكس، الوسط عند البنات، الارداف عند السيدات والبنات، الثديين عند السيدات والبنات، التسدي عند الرجال والشباب وعلاجه وكيفية التخلص منه، الانف، مشاكل الاذن. متنوع النهارده، هتلاقي فيديو متنوع، وهيبقى التركيز مش على الكلام اما على الفيديو اللايف اللي انا بشرحه على شاشة السينما اللي هتظهر قدامكم مع الشرح. نبدأ الفيديو الاول. هنا الفيديو ده بنتكلم عن البطن والوسط، ولما الناحية التانية تيجي هنتكلم عن الظهر ومنطقة الارداف. اديكم شايفين ان انا برسم هنا، برسم منطقة النص علشان هنحدد في حاجة اسمها الجريك لاين، الخط المنتصف اللي موجود في منتصف البطن، ماسك من اول السرة طالع لغاية المسافة اللي تحت اخر عظمايه في عظم القفص الصدري. الخط ده اسمه خط الجريك لاين. طبعا الخط اللي تحت خالص اللي هو البيكيني لاين ده اخر حدود رسم الوسط، علشان انا لما اجي ارسم الوسط برسم البيكيني لاين وبرسم شكل. شايفين الخطوط الخضراء اللي مرسومه باللون الاخضر دي؟ ده نيجاتيف لاين. نيجاتيف لاين لما انا بحدد عليه بنحت الدهون بالفيزر وبتحرك عليه باللاين الصغير بتاع الفيزر، بيخليني اعرف اظبط ازاي انا ارسم حرف الفي عند البنات والسيدات. دي نفس البيشنت من نفس العينه من الظهر، علشان هنشوف هنا طريقه نحت الظهر او طريقه رسمه حرف السي اللي موجوده في الظهر. الرسم هنا دايما بيوضح لنا انا قبل العمليه هعمل ايه بالفيديو، بعد العمليه بالفيديو، مش صور، عشان ما حدش يقول ان احنا ده فوتوشوب او غيره. لا، مفيش هنا طبعا في الفيديو فوتوشوب. اهو باين قوي نحت البطن. شايفين هنا وانا بشاور في اوضه العمليات على منطقه حرف السي اللي في الوسط. هنا طبعا دي سيده، واضح من شكل رسمه الوسط انها سيده. بنعمل لها حرف السي الناحيه دي وحرف السي الناحيه دي، والبطن من قدام اللي هي فوق السره دي تبقى سكافويد. سكافويد يعني ايه؟ يعني عامله كده. البطن من هنا بتبقى عامله كده، منحوته للداخل عشان تدي شكل الانسه او شكل عارضات الازياء المشاهير اللي دايما نشوفهم وهم لابسين لبس، تلاقي البطن مشفوته لجوه فوق السره. وطبعا فيها الجريك لاين، وزي ما قلت فيها النيجاتيف لاينز اللي هم حرفين الفي اللي على جنب. طبعا هيبان قوي في الصوره الواقفه مش في الصوره النايمه. هنتكلم دلوقتي عن نحت الظهر وتدبير المؤخره. هيبان قوي اهي. طبعا انا جاي في وش الصوره اللي هي قبل، مفيش مشكله، لكن هنا بعد فوق في اهو اتحرك، كتر خيره المونتاج حركنا حرف السي اللي فوق اللي في الصوره اللي فوق. بعد ما عملنا نحت، شايفين هنا قبل كان فيها كتل دهنيه موجوده في الظهر، منطقه البرا اريا، منطقه الوسط ضايعه خالص. الظهر مقسوم نصين، زي ما تكون فيه كسره هنا وكسره على الناحيه الثانيه، زي ما تكون عامله عمليه في هذه المنطقه. الرسمه اللي احنا هنا دي قبل الرسمه. لما رسمنا احنا بنرسم حرف سي كبير، حرف سي كبير في المنطقه اللي تحت، وفي حرف سي في النص. معلش ممكن نتحرك يمين او شمال عشان نشوف الفيديو وانا برسم. هنا شايفين بقى بعد العمليه الرسمه النحته دي، نحته ان الظهر منحوت لجوه علشان يبرز منطقه الارداف، عشان يبقى في حرف سي للداخل بتاع الظهر من ورا اللي هو اخر العمود الفقري. طبعا مالناش دعوه بالعمود الفقري، كل شغلنا تحت الجلد في منطقه الديب لاير بتاعه الدهون فقط، وحقن الدهون في الارداف عشان نعمل الارداف البرازيليه. الارداف البرازيليه اللي هي ظهر منحوت، تحت الفخدين منحوت، الارداف عاليه، زائد ان احنا حقنا فيها دهون. انا بشرح اهو نفس اللي انا بقوله دلوقتي، بس احنا كاتبين الصوت علشان انا بشرح فيديو مجمع. العمليه دي بتستغرق حوالي، اهي الرسمه اهي طبعا جايه فيديو، الفيديو بيلف اهو علشان يديني اوضح صوره من كل الجوانب، عشان محدش يفكر ان احنا بنعمل اي نوع من انواع الفوتوشوب على هذه الصور، لانها دي فيديو كان لايف في العمليات، وانا جايبه لكم النهارده فيديو مجمع. اهي من الناحيه الثانيه
طبعا شايفين حروف السي كلها، ومكان البلاستر الصغير اللي قد كده اللي هو ارفع من القلم اللي انا بكتب بيه دوت، رفيع جدا حوالي من 2 ل 5 مللي، يعني اقل من نص سنتي. باشفط الدهون اهو، شايفين الظهر منحدر ازاي، عامل زي كان في جبل ونازل على الوادي، يعني جبل عالي لفوق وبعدين ننزل منحوت لتحت. النهارده هنشوف معانا فيديو لتكبير المؤخره، يعني احنا بنعمل ايه النهارده؟ بنكبر المؤخره. اهي شايفينها بعد العمليه بحوالي 3 اسابيع او زي ما احنا شايفين كده، ما يقارب من 24 يوم. شايفين المكان اللي مرسوم يوم العمليه اللي هو متحدد بالقلم، هنحقن منه كل المؤخره بعد العمليه فيها المنطقه الجانبيه اللي هي عامله كده مكان البلاستر انا سايبه قاصد الصوره اللي على يمين الشاشه وانت قاعد دلوقتي دي صوره بعد العمليه. البلاستر اهو لسه ما اتشالش، مكان الحقن بنحط بلاستر خفيف في الجرح ده، لما بيقفل ما بنشوفلوش اثر. بس شكل الارداف بصوا شايفين منور، واخد نص كوره، واخد نص كوره، يعني واحد هي دي من 10 نحت من المؤخره البرازيليه. نحت المؤخره البرازيليه هنا بيديني شكل القوام السينمائي او بتاع عارضات الازياء زي كيم كارديشيان، ياسمين صبري، زي هند رستم زمان، زي مارلين مونرو زمان، زي مريم فارس، الفنانات الموجودين دلوقتي. بيدي الشكل المنحوت، حتى لما بنشوفهم لابسين في مهرجان كان او مهرجان القاهره السينمائي او مهرجان اسكندريه او اي مهرجانات، مهرجان الجونه، بنلاقيهم لابسين لبس بيبرز المعالم الرئيسيه في جسمهم. ده نحت البطن. نحت البطن مهم جدا في 3 حاجات. اولا بتبقى فيه دهون حوالين السره، مهما لعبت رياضه ومهما رحت جيم وخدت فيها حقن ميزوثيرابي ما بتروحش. تقول لك يا دكتور اول ما بعمل دايت وريجيم وشي يخس، الثديين يفضوا، اما البطن والاجناب دهون عنيده ما بتروحش. علاجها ايه؟ علاجها نحت دهون باستخدام الفيزر والجي بلازما. شايفين الرسمه بعد العمليه اللي على يمين الشاشه زي ما انا شايفها دلوقتي قدامي؟ الضلوع هنا باينه، ضلوع الجسم بتاعتها كانت باينه. الخط اللي في النص ده اللي هو الجريك لاين كان واضح جدا وظاهر للفيديو كويس قوي. في طبعا الجناب اللي هي حرفين الفي دول في منتهى الاهميه. حرفين الفي في خط في النص رئيسي، وفي حرفين في على جنب، وفي جاي من الجناب من هنا اللي هو الوسط نازل زي الصوابع حرف الفي كانه داخل جوه المايو بيكيني. شايفين طبعا الاحمر ده اثار الرسم اللي قبل العمليه اللي هو بالاقلام الماركر اللي احنا بنرسم بيها قبل العمليه. ده فيديو لتكبير الثديين باستخدام حشوات السيليكون. الفيديو ده بنحط بالعمليه دي بتستغرق في حدود من 30 دقيقه ل 40 دقيقه بالكتير. بنعمل ايه؟ بنعمل سبيس صغير قدره 3 الى 4 سم، وبنستخدم قمع من نوع معين بنحط فيه السيليكون كوهيزيف جل ملتصق، يعني مش سائل، يعني حتى لو هذا الجل في يوم من الايام حصل له اي حاجه ما بيسربش زي ما الناس بتقول، وما بينفجرش في الطيارات زي ما الناس بتقول، وما بيعملش سرطان. وبأكد تاني ما بيعملش سرطان. لم يذكر في خلال 48 سنة السابقة ان حالة واحدة بس حصل لها سرطان، لم يذكر ولا في مصر ولا في امريكا ولا في اي دولة من دول العالم. اهو الفيديو شفناه سلس جدا. هذه العملية انا بسميها عملية تحولية، يعني دراماتيك ريسبونس، يعني تحول سينمائي. تدخل الست اهي بعد العملية، شايفين ان الحجم الثديين بقى مستدير عامل زي نص الكوره. المنطقه اللي في النص اللي بين الثديين انا بقرب الثديين من بعض علشان يدي الشكل الجمالي لمنطقه الديكولتيه. الديكولتيه اللي هي السبعه اللي تحت الرقبه مباشره، عشان في بعض السيدات والبنات بيحبوا قوي ان المنطقه دي تبقى شكلها منسق وجميل لو هيلبسوا فساتين سهرة او رايحين حفلات مناسبات، او لنفسها في البيت، او قدام زوجها في البيت، او قدام نفسها في المراية عشان ثقتها بنفسها تعلى. شايفين نفس العينة اللي كانت بتلف دي معمول لها تكبير ثديين، منطقة الوسط منحوتة، البطن منحوتة من قدام، الظهر معمول له من ورا نحت وتكبير ارداف. نشوف بقية الفيديوهات، خليكم معايا. الفيديو اللي بعده اهو النحت باين قوي في الفيديو اللي فات. المنطقة دي مرسومة، النحت بتاع البطن مرسوم
اهو ده راجل علشان برضو نبقى واخدين بالنا. احنا بنعمل له هنا رسمه السكس باك ابس اللي هو منطقه العضلات البطنيه الاماميه. طبعا بنرسم النيجاتيف لاين اللي لونه اخضر ومتحدد باحمر ده من بره. بنرسم الاوبليك ماسلز اللي هي العضلات اللي جايه من الجناب وداخله على حرف الفي اللي تحت. الراجل عنده حرفين في، حرف في كبير ماشي على الخط الاخضر اللي كان في الرسمه، وحرف في جانبي جاي من الجنب نازل على المايو واسع، في واسعه شويه وفي ضيقه، الفي ضيقه في النص، الفي الواسعه من الجناب. هو ده الشكل بعد العمليه. هنشوفه دلوقتي للراجل لنحت الاجناب ونحت السكس باكس والدهون الزائده في منطقه عضلات البطن. على ما يحضروا لنا بعد هقول لكم جمله مهمه جدا على دهون البطن عند الرجال. في الجمعيه الامريكيه للقلب، احنا مالهاش علاقه بينا خالص، قالت ان اهو النحت اهي مرسوم جدا، شايفين المثلث اللي انا شرحته من شويه، في مثلث كبير اللي هو حرف في كبيره وحرف في جانبيه صغيره. الحرفين دول في منتهى الاهميه للراجل. هكمل لكم معلومه جمعيه القلب. جمعيه القلب قالت ان دهون البطن بتعلي معدل اصابه الرجل بالذبحه الصدريه وقصور في الشرايين التاجيه. يبقى احنا لما بنشيل دهون البطن بنعفي الرجل من نسبه كان هيجيلها ذبحه صدريه او قصور في الشرايين التاجيه الى راجل رياضي شكله رشيق شكله مرسوم، حتى لو هيروح بسين حمام سباحه بحر بيلعب في نادي، حتى لو لبس تيشيرت ضيق تبان تقسيمه العضلات في خلال من 30 ل 45 دقيقه بنرسم هذه العضلات. باين قوي الشرح اهو. دي جفون قبل العمليه، الجفون السفليه عند بعض الناس بيحصل انتفاخات في منطقه الجفون السفليه بتديهم سن اكبر من سنهم وتديهم احساس بالاجهاد. كل اللي يشوفه يقول له ايه، هو انت عيان، هو انت مجهد، هو انت في حاجه، انت عينيك فيها ايه. طبعا هي الانتفاخات دي بتبقى جيوب دهنيه من الداخل. لما بنعملها ببنج موضعي بسيط بنسحب الجيوب الدهنيه بخط خفيف ونشد الترهلات، السن بيصغر حوالي 10 سنوات سواء عند الرجال او السيدات. هي واضحه جدا، الجفون المنتفخه اللي لونها احمر لما اتفردت وشلنا الجيوب الدهنيه بتدينا سن اصغر 10 سنوات. نشوف معانا كمان بقيه الفيديوهات. مهم جدا بالنسبه للي عنده جفون ان احنا نعمل له تحاليل قبل العمليه لئلا يكون عنده مشاكل هي اللي عامله له الجفون. ده مريض من خارج مصر، احنا عملنا له تسدي. كانت عندهم في بلدهم التسدي ده بالنسبه له اهانه. هذا الرجل لا يخرج من بيته الا لابس جواكت حتى في الصيف، وطبعا الجو عندهم حر جدا، ففي الصيف انه يخرج يلبس جواكت دي ازمه. وطبعا انه يخرج لابس جلابيه بيضه ويبان ان فيها تسدي قدام الرجاله هناك اهانه ما بعدها اهانه. فجه الراجل جالنا مخصوص من بره وتواصل معانا وجه عملنا له استئصال للتسدي من خلال، شايفين الخرم اللي عليه لزقه بيضه صغيره اللي قد كده ده، من خلال الثقب ده شلنا له الدهون وشلنا له الغدد اللبنيه اللي كانت موجوده في الثديين، ورجع بلده معزز مكرم من غير اي دهون، يلبس جلابيه بيضه، يلبس من غير هدوم اللي هو عاوزه علشان تبقى منطقه التسدي اختفت بلا رجعه من خلال ثقب صغير عملناها له بالفيزر والجيبلازما والمنظار. ثقب صغير قد كده اهو شلنا منه الغده اللبنيه وشلنا منه الجيوب الدهنيه وشلنا منه الدهون اللي حوالين الثدي. ده راجل تاني عنده كرش المدير، احنا بنسميه كرش المدير. كرش المدير الراجل لما بيترقى في شغله بيبطل يتنطط، بيركب عربيات، بيركب اسانسير، ما بيمشيش خالص، بيبدا يحصل نوع من انواع ضعف في عضلات البطن وضعف في انسجه الدهون، فتبدا الدهون تحوش في منطقه البطن وبنسميه الكرش عشان بيدي انه زرار الجاكيت اللي هو مشهور لما يجي يقفل زرار الجاكيت اللي كان جابه مثلا من 3 سنين تلاقي الزرار الاولاني ده ما يقفلش فيبقى شكله محرج جدا. تلاقي الحاجه الثانيه الحزام لما يلبس بنطلون لازم يسقط لتحت علشان هو مش بيعرف يلبس حزام في المنطقه المثلى للحزام. ده هنشوفه دلوقتي بعد العمليه لما يظهر
نحت الدهون لمنطقة البطن والأجناب ومنطقة الصدر. لما نقدر نعرف انه هو اتنحت، اتعمل له نحت دهون، يبدأ يبان في الشكل التنسيقي للقوام الرجالي، لأن القوام الراجل بيبان دايما من عضلاته. لما الراجل دايما يعمل تقسيمة للعضلات يبان شكل الراجل الرياضي. طب ايه الفرق بين الراجل والست في هذه العملية؟ الراجل شكله محدد الملامح، يعني زي ما تكون جبت مثلث ومسطرة وقعدت ترسم. الست لازم تبقى دواير، دايرة في الثديين، دايرة في الأرداف، دايرة في الوسط من قدام، نص دايرة في البطن. يبقى كله عبارة عن الست مجموعة كيرفات أو مجموعة سيهات. أهو الراجل بعد ورايا في الشكل اللي ورايا على طول نفس التحديدة بتاعت العضلات الرئيسية، نفس الخط اللي في النص. شايفين الفرق بين ده وده؟ محدش أبدا يصدق لو ما كانش فيديو إن ده هو ده. احنا هنا بنقول إن احنا بنعمل نوع من أنواع تنسيق القوام، نحت الدهون، شفط الدهون بالفيزر، شد الجلد بالجيب لازمة. واحيانا بيحتاج المريض بعد العملية ان احنا نقول له محتاجة شوية رياضة صغيرة منك او شوية اهتمام والمحافظة على اللي احنا وصلنا له. لازم نفهم التحديدة الخارجية دي في منتهى الأهمية. الخط اللي في النص بالجريك لاين سواء للرجال او السيدات. العضلات الجانبية، في عضلات هنا اسمها العضلات المنشورية، 3 عضلات هنا بيجوا دايما من فوق من ورا نازلين على قدام، عاملين زي ال3 صوابع كده اهو. دول بيدوا شكل جمالي سواء للرجل او للانثى لو هنعمل وسط للانثى. طبعا وسط الراجل غير وسط الست. شوف الفيديو اللي بعده. لازم نفهم ان نحت الدهون هنا مرتبط بالحالة قبل العملية، حالة الجلد، مستوى الترهل، لو كانت ست ولدت قبل كده ولا لا، طب ولدت كم مرة، طب ولدت قيصري ولا ولدت طبيعي. لو كان راجل، هذا الرجل عنده دهون حشوية يعني في الداخل جوه البطن، ولا دهون خارج البطن اللي هي الأمامية. ده بيبان دايما بأجهزة عندنا قياس بنقيسها لما بيجي يزورنا في الكشف. بنقيس دايما سمك الدهون وكمية الدهون ونسبة الترهل. ال3 دول في منتهى الأهمية، عشان في بعض الناس دايما تكلمنا في التليفون وتقول لك يا دكتور أعمل العملية دي إزاي؟ طب هتاخد قد إيه وقت؟ طب هتتكلف كام؟ ما ينفعش السؤال بالطريقة دي وأنا لسه ولا شفتك ولا عرفت نسبة الدهون ولا نسبة الترهل. على أقصى تقدير بنقول للعيان شرفنا وإحنا نقدر نقيم هذا الموضوع. لو المسافة بعيدة من دولة عربية أو من بلاد مثلا زي أسوان أو اسكندرية أو مرسى مطروح، بنتواصل معاه عن طريق يا إما صور يا إما يبعت لنا فيديو بدون إظهار الوش احتراما للخصوصية، ونقدر نقول لك بشكل مبدئي أنت نقدر نعمل لك إيه لغاية ما تشرفنا في أول زيارة وجها لوجه مع الدكتور. ودي لا غنى عنها، احنا كنا بنستخدمها أيام فترة الحجز بتاع كورونا، علشان كان في يعني حجر على الطريق والمواصلات، والناس كانت مش بتعرف تيجي من الطيران من الدول العربية او الدول اللي بره مصر. لكن النهاردة الحاجات دي كلها فكت، وان شاء الله نبدأ نشوفكم على خير. الفيديو اللي بعده لازم افهمكم كمان انه تحديد حوالين منطقة السرة هنا في منتهى الأهمية، لأنه منطقة السرة دي أحيانا بيبقى فيها فتاء. خدوا بالكم بالذات عند الستات اللي ولدت مرة واثنين وثلاثة، ده مش بيبان في الصورة، ده بيبان في الكشف. أثناء الكشف في علامة معينة من علامات الكشف احنا بنقدر نحدد فيها للسيدة بالذات اللي ولدوا قبل كده هل عندها فتاء حول السرة ولا لا. في نقطة مهمة جدا للفتاء اللي حوالين السرة دي لازم أوضحها لكم. الفتاء اللي حوالين السرة لو هيعملوا استشاري الجراحة العامة بيفتح جرح عرضي يا فوق السرة يا تحت السرة. لو احنا بنعمله أثناء عملية التجميل ما بنفتحش خالص غير مكان القيصرية من تحت. ليه؟ علشان احنا اتعودنا ان احنا نفتح مكان القيصرية من تحت اللي هو تحت الحزام عشان نوصل لغاية هنا
من جوه، فنقدر نصلح اي فتاء في جدار البطن لو السيده دي عندها ضعف في جدار البطن، يعني العضلات بتبعد عن بعض مع تكرار الولادات، او حوالين السره لو حوالين السره في فتاء. الفتاء اللي حوالين السره لو هو فتاء بسيط احنا بنقدر نتعامل معاه ونصلحه مع عملية شد البطن اللي احنا بنعملها. لو فتاء كبير برضو بنصلحه، بس هنا لو فتاء كبير اكتر من عدد معين من مثلا 7 سم 5 سم او اكتر من كده، بيحتاج ان احنا نركب له شبكة، وبنحط الشبكة اثناء العملية بتاعة شد البطن التجميلية. يبقى احنا في عملية شد البطن التجميلية بنعمل ايه؟ بنعمل تركيب شبكة لو الفتاء كبير، لو فتاء كبير كده. لو فتاء صغير كده بنتعامل معاها أثناء تصليح عضلات البطن. هنتكلم دلوقتي عن تجميل الأنف. خدوا بالكم إن تجميل الأنف رغم إن الأنف صغيرة كلها لا يتعدى طول صباعي، ولكن الشغل فيها صعب بالنسبة للجراح، عشان كده محتاج مهارة خاصة، وبيحتاج ميكروسكوب أثناء العملية، وبيحتاج منظار احيانا عشان ندخل نشتغل من جوه، علشان احنا كل شغلنا من فتحه صغيره في هذه المنطقه. نفتح فتحه صغيره هنا ما بتبانش، بنخش جوه بالمنظار او الميكروسكوب او الاثنين معا، وهذا المنظار بيبقى يحمل اضاءه معينه عشان انا اشوف جوه. اشوف جوه ازاي؟ فلما بشوف جوه اقدر اصلح عظم الانف، الغضاريف، اقدر اصلح سقوط الانف للامام، اقدر اصلح الإيلانيزاي اللي هو أجناب الأنف دي بتبقى بتفنش مع الضحكة، أقدر أصلح أرنبة الأنف أو المقدمة قمة الأنف دي إنها تبقى فاطسة، بقدر أديها دعامة وأعدلها كده. باخد الدعامة دي منين؟ من غضاريف الأنف من جوه. زائد لو هذا المريض أو هذه المريضة عندها إعوجاج في الحاجز الأنفي، إحنا بنعدل هذا الإعوجاج في نفس أثناء العملية، وبنصلح الشكل، الغضاريف، اعوجاج الانف، بنصلح العظمه العاليه اللي هنا، بنصلح التب اللي ساقطه لتحت او التب اللي فانشه الكبيره، او الانف الزنجيه اللي هي دايما بتيجي ناحيه الناس اللي وارثين الانف الافريقيه اللي هي تخينه من تحت من هنا كده وفانشه لفوق وفي كسره هنا. ده تجميل الانف. هنا في دي عمليات واضحه قبل وبعد، وجايبين فيديو علشان برضو منعا للتداخل مع الفوتوشوب. يبقى احنا هنا بنتكلم عن تجميل غضاريف الانف، تجميل عظام الانف، تجميل قمه الانف من هنا، تجميل الإيلانيزاي اللي هما جانبي الانف من ناحيتين، اعوجاج او تصليح اعوجاج الحاجز الانفي في نفس العمليه. خدوا بالكم ان الانف، اعاده عمليه الانف صعبه، فانت من الاول او انت من الاول اختاري صح عشان ما تختاريش حد خبرته قليله يبدا الخبره القليله دي تخليكي تعملي العمليه ناقصه جزئيه معينه وتبداي تدوري على جراح تاني علشان تصلحي الجزئيه ديت. في الحاله دي التصليح التاني ده صعب شويه، لكن بنقدر برضو نعمله. دي الاذن الخفاشيه طبعا واضحه جدا، بتبان من ورا اكتر من قدام. وطبعا في بعض المشاهير في السينما مش هقدر اقول اسماء كان عندهم الاذن الخفاشيه واتعملت لهم العمليه والحمد لله واحنا اللي عملناها لهم، بس مش هقدر اقول اسماء احتراما لخصوصيتهم. عمليه الاذن الخفاشيه دي في منتهى الاهميه ان احنا نعملها اول ما نكتشفها، خصوصا للاطفال، لان الاطفال من سن 4 سنين الاذن الخفاشيه لو ما اتصلحتش بيبدا يعاني من مشاكل نفسيه في المدرسه او مع زملاء الدراسه. زملاء الدراسه يبداوا يعيبوا عليه، يبداوا يتنمروا عليه، والتنمر ده بيعمل عقده نفسيه للطفل، قد يكره المدرسه ما يروحش المدرسه تاني ويفشل في دراسته. فالام اول ما تكتشف ان ابنها عنده اذن خفاشيه من سن 4 سنين تلجا للجراحه التجميليه، وبتتعالج بجرح من ورا ما بيبانش خالص، ولما الطفل يكبر ما يحسش خالص ان هو كان عنده اي عمليات. دي الاذن الخفاشيه. هنشوف بعد كده عمليات اخرى. النهارده انا جايب لكم تجميعه اهي، شايفين لايف الفيديو واضح قوي، وانا بشد الخيط اتصلحت على طول الزاويه بتاعه حرف الواي اللي هي موجوده من قدام، والودن عملت الاختلاف الزاويه اللي ورا ده اتفرد، يعني اتطبقت الودن بدرجه معينه انا بتحكم فيها باستخدام برجل كده بنقيس بيه اثناء العمليه عشان الحته اللي ورا دي الزاويه باينه قوي اهي. احنا هنا بنقول ان النهارده كان فيديو مجمع
ما حدش بيعرف يعمل كده غير الناس بتوع المونتاج بتوعنا، لان هم محترفين جدا جدا، واحنا جايبينهم مخصوص محترفين عشان ما يبقاش كلام ورغي وتزهق. يعني انا لما اقعد نص ساعه اتفرج على دكتور عمال يتكلم اكيد هزهق.